السلام عليكم. اليوم في الحلقة هذه باش نحكيه على موضوع ديما يثير برشا جدل بين جماهير كرة القدم في تونس. شنو هي أفضل تشكيلة في تاريخ المنتخب التونسي؟ بعد ما راجعنا آراء العديد من الفنيين والصحفيين واللاعبين السابقين، اخترنا لكم تشكيلة تاريخية تجمع بين عدة أجيال من نجوم الكرة التونسية، من جيل مونديال 1978 مرورا بجيل التسعينات، وصولا إلى جيل التتويج بكأس أفريقيا 2004 والجيل الحديث. خلونا نكتشفوا مع بعضنا أفضل 11 لاعب في تاريخ نسور قرطاج. نبدأ بحراسة المرمى مع الأسطورة شكري الواعر. الواعر يعتبر عند الكثيرين أفضل حارس مرمى في تاريخ تونس. تألق لسنوات طويلة مع الترجي الرياضي والمنتخب الوطني، وشارك في عدة بطولات كبرى، وكان معروف بشخصيته القوية وتصدياته الحاسمة. حارس مرمى يعطي الثقة الكاملة للفريق. في مركز الظهير الأيمن نوجد حاتم الطرابلسي. حاتم الطرابلسي أحد أفضل اللاعبين التونسيين اللي احترفوا في أوروبا. تألق مع أجاكس أمستردام وبلغ معه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. كان لاعب سريع وقوي دفاعيا وهجوميا، ويعتبر من أفضل الأظهرة في تاريخ الكرة التونسية وعلى مدى التاريخ في العالم. في قلب الدفاع راضي الجعيدي، مدافع صلب وقائد حقيقي داخل الملعب. ساهم بشكل كبير في تتويج تونس بكأس أفريقيا 2004. احترف في الدوري الإنجليزي وقدم مستويات مميزة. مدافع يعتمد عليه في أصعب اللحظات. إلى جانب الجعيدي نوجد خالد بدرة، أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة التونسية وقائد تاريخي للترجي الرياضي التونسي. تميز بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي، وكان دائما مثالا للمدافع الصلب والمنظم. في الجهة اليسرى نلقاو علي الكعبي، أحد نجوم الجيل الذهبي اللي شارك في كأس العالم 1978، وهي البطولة اللي حققت فيها تونس أول فوز إفريقي في تاريخ المونديال. جيل صنع تاريخ الكرة التونسية. في وسط الميدان الدفاعي نلقاو رياض البعزيزي، لاعب مقاتل داخل الملعب، يعطي التوازن للفريق ويقوم بالعمل الكبير في وسط الميدان. لعب دور أساسي مع المنتخب التونسي لسنوات طويلة، وكان أحد أبطال التتويج بكأس أفريقيا 2004. أما صانع الألعاب فهو الأسطورة طارق ذياب، الفائز بالكرة الذهبية الأفريقية لسنة 1977، وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة التونسية. يتميز برؤيته الرائعة للملعب وتمريراته الدقيقة. لاعب كان يصنع الفارق بلمسة واحدة. في مركز الوسط الهجومي نلقاو الفنان المرحوم حمادي العقربي. يعتبروه الكثيرين أكثر لاعب موهبة في تاريخ تونس. أمتع الجماهير بمهاراته الاستثنائية مع النادي الرياضي الصفاقسي ومع المنتخب الوطني. لاعب كان يلعب الكرة بفن ومتعة. في الجهة اليسرى للهجوم نلقاو يوسف المساكني، أحد أبرز نجوم الجيل الحديث، وصاحب مهارات عالية وأهداف حاسمة مع المنتخب التونسي في العديد من البطولات. لاعب قادر دائما على تغيير مجرى المباراة.
في مركز رأس الحربة نلقاو زياد الجزيري، مهاجم قوي وسريع، لعب دور مهم في تتويج تونس بكأس أفريقيا 2004. احترف في عدة أندية أوروبية، مهاجم يعرف طريق المرمى جيدا. أما في الجناح الأيمن نلقاو تميم الحزامي، أحد أبرز نجوم المنتخب التونسي في سبعينات القرن الماضي، يمتاز بالسرعة الفائقة ويحسن المراوغة في مختلف الوضعيات، وكان عنصر مهم في جيل المونديال 1978، جيل وضع اسم تونس على خريطة كرة القدم العالمية. هذه كانت أفضل تشكيلة في تاريخ المنتخب التونسي حسب العديد من المؤرخين والمتابعين للكرة. لكن السؤال الآن لكم، هل توافقون على هذه التشكيلة أم أن هناك لاعبين آخرين يستحقون مكانا فيها؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، وما تنساوش دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد عن تاريخ ونجوم الكرة التونسية والعالمية. إلى اللقاء في حلقة قادمة.